مرحبا بكم في الذكاء الاصطناعي الدارجة. واش عمرك سولتي كيفاش كيخدم الذكاء الاصطناعي؟ ايوا اليوم غادي نشرحو بطريقة بسيطة وبالدارجة كيسمى ديما كيفاش كيخدم هذا الذكاء الاصطناعي. باش نبسطوا الفكرة وبلا ما ندخلوا في تعقيدات كثيرة، الذكاء الاصطناعي داير بحال شي تلميذ يتعلم شويه بشويه وخطوه بخطوه. هذا التلميذ كيعطي الاستاذ ديالو دروس، ايوا الذكاء الاصطناعي كيتعلم من البيانات اللي غادي نعتبروها حنا هما الدروس ديال هذا الذكاء الاصطناعي، بحال الصور والنصوص والارقام. البيانات راه هضرنا عليها في الفيديو اللي فات، كاع الحوايج اللي ممكن نعطيو للذكاء الاصطناعي باش يتعلم منه. غادي نرجعوا للتلميذ. هذا الذكاء الاصطناعي كيتعلم قواعد حتى هي بحال شي تلميذ اللي كيتعلم العمليات الرياضيه ولا الحساب كي تنقولوا. وكي كيدير هذا الذكاء الاصطناعي باش يتعلم هذه القواعد؟ هو كيشد هذوك البيانات اللي قلنا اللي هي الصور والنصوص والارقام وكيحللها. وفي المرحله الثالثه ديال هذا التعليم ديال الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي كيجرب وكيتحسن. الا غلط في شي حاجه كيتعلم باش ما يعاودش يدير نفس الخطا، وكل ما زاد التجارب ديالو كل ما تحسن الاداء ديالو، بحال شي تلميذ ولا بحال شي لعاب ديال الكره. دونك دابا عرفنا الذكاء الاصطناعي كيتيدير يخدم بطريقه بسيطه. كي قلنا كنعطيوه معلومات وكيتعلم منه وكيجرب وكيتحسن. واحد المثال بسيط باش نزيدو نفهمو مزيان، ناخذ الذكاء الاصطناعي اللي كيتعرف على الصور. هذا الذكاء الاصطناعي اللي كيتعرف على الصور بغينا يتعرف لينا على صوره ديال مشة. كي غادي نديرو باش هذا الذكاء الاصطناعي يعرف لينا صوره ديال مشة؟ اول حاجه كنعطيوه بزاف ديال الصور ديال المشاش مع واحد التعليق انه هادي راه مشة، يعني كنعرفوا ليه شنو هي مشة عن طريق بزاف ديال الصور. ملي كنعطيوه هاد التصاور كيبدا كيلاحظ الحوايج المشتركه بين هاد التصاور، بحال الودنين، العينين، ديالها، رجليها كيفاش دايرين، هاد المشة كيفاش دايره. ومن بعد فاش كنعطيوه التصويره ديال شي مشة كيشدها كيحلل هاد التصويره وكيقارنها مع داكشي اللي تعلم من دوك البيانات اللي هما الصور ديال المشاش، وكيقول لنا هادي واش مشى ولا لا. ايوا الا لاحظتي غادي نرجعوا للهضره اللي قلنا في الاول، انه الذكاء الاصطناعي كيتعلم بحال شي دري صغير، بحال شي تلميذ. دابا ملي عرفنا هذا الذكاء الاصطناعي كيفاش كيخدم، غادي نهضروا على الانواع ديالو بالعاميه. وباش ما نكثروش الهضره وندخلوا في تعقيدات، كاينين جوج انواع ديال الذكاء الاصطناعي ولا جوج انواع ديال كيفاش كيدير يخدم هذا الذكاء الاصطناعي. النوع الاول اللي هو التعلم الالي او الماشين ليرنينغ، بحال المثال ديال المشاش. الذكاء الاصطناعي كيتعلم من البيانات اللي كنعطيوه. والنوع الثاني ديال الذكاء الاصطناعي هو التعلم العميق اولا كيف كنسمعوا بزاف الديب ليرنينغ. وهذا النوع من الذكاء الاصطناعي فهو متطور بزاف على النوع الاول اللي شفنا اللي هو التعلم الالي، حيت هذا النوع ديال الذكاء الاصطناعي كيخدم بحال المخ ديال الانسان، يعني كيعتمد على شبكات عصبيه بحال الدماغ ديال الانسان باش يتعلم. وهذا النوع ديال الذكاء الاصطناعي اللي قلنا راه متطور بزاف، راه خدامين فيه وتيطوروا فيه، وكاينين بزاف ديال الامثله اللي غادي نعطيوهم في فيديوهات الجايه. ايوا دابا باش نزيدو نفهموا اكثر غادي نعطيو امثله من حياتنا اليوميه، بحال في نتفليكس المنصه المشهوره ديال الافلام والمسلسلات اللي كيبدا كيعطيك اقتراحات ديال الافلام والمسلسلات اللي تشوف بناء على داكشي اللي شفتي، على ليستوريك ديالك عنده. يعني هذا الذكاء الاصطناعي راه تيتعلم من داكشي اللي شفتي وتياخذ قرارات باش يعطيك افلام جديده اللي تفرج فيها. ولا في جوجل ترانسليت اللي هو جوجل ديال الترجمه اللي كيتعلم من اللغات وكيتحسن مع الوقت. وهاد اللغات راه من المستخدمين ديالو في العالم كامل، يعني شوف شحال ديال البيانات كياخذ كيتعلم منهم وكيتحسن مع الوقت. وفي فيسبوك حتى هو اللي كيعرف الوجوه ديال بنادم من التصاور. ايوا دابا من الشروح هادو من الامثله اللي عطينا عرفتي هذا الذكاء الاصطناعي كيفاش كيخدم بطريقه بسيطه. هذا الذكاء الاصطناعي راه داير بحال شي تلميذ كي قلنا في الاول، كيتعلم من الاخطاء وكيتحسن مع الوقت بحالو بحال بنادم. ولا بغيتي تعرف اكثر تابع الفيديوهات ديالنا وخلي شي تعليق باش نعرفوا الراي ديالك وتشاركنا حتى نتايا واشترك معنا في القناه. والسلام عليكم وتهلاو في راسكم.